ازيكم حبايب قلبي غاليين، احلى طلبه سينيور 1 في الدنيا كلها. دقنا الحصه اللي فاتت طعم البيولوجي. تعالوا المره دي نجرب طعم مختلف وهو طعم الكيمستري، اللي هو النوع الثاني من الانتجريتد ساينسز. فكروا كانت ايه الكيمستري؟ اتومز، موليكيولز، periodic table، atomic number، mass number، الحاجات دي. حضر دماغك علشان عندنا رحله جميله قوي في الكيمستري الحصه دي. بالمناسبه الحصه دي احنا صورناها من فتره ونزلت، وفي بعض منكم ممكن يكون شافها، بس حصل تعديلات بسيطه خالص في الدرس، عشان خاطركم صورناها لكم تاني كلها من الاول عشان اللي ما شافهاش يبتدي يشوفها على الوضع الجديد عادي. واللي كان شاف الحصه القديمه اللي اتسجلت هيلاقي تقريبا 90% من الكلام بيتعاد هو تاني باختلاف صغير خالص. ففي الحالتين هتستمتعوا. يلا بينا نبتدي. اول حاجه جزء كده يعني بديهي قوي، بيقول لك هو يعني ايه ووتر. من الجزء البديهي ده هنطلع بكام معلومه. الووتر هي transparent liquid الشفاف represents a medium at which many chemical compounds react. بيحصل فيها chemical reactions كتير، وهنشوف القصه دي بتحصل ازاي. الكيميكال رياكشنز دي affect الووتر كواليتي، وهنعرف ايه علاقه الووتر كواليتي بالموضوع. and the living organisms cells او health depending on the water. طب تعالوا نشوف الموضوع ده بيتحدد على اساس ايه. هناخد الووتر من حيث الكيمستري ومن حيث الفيزيكس ومن حيث البيولوجي. اول حاجه من حيث الكيمستري هنكتشف الحصه دي ان الووتر بتقدر تعمل ديزولف لماني كيميكال سبستانسز زي ما كنا بنقول في السلايد اللي قبلها هنا. عشان كده في قاعده ظريفه خالص بتقول انه تقريبا كل الكيميكال رياكشنز عشان تحصل لازم الرياكتنتس يكونوا ديزولفد ان ووتر. الرياكتنتس دول اللي قبل السهم اللي هم هيتحولوا للبرودكت لازم يكونوا دايبين في ووتر. عشان كده الووتر بتقدر تعمل ديزولف للرياكتنتس فيحصل الكيميكال رياكشن. فيزيكالي دي خدناها الحصه اللي فاتت مش هنعيد عليها، انه انا عندي 3 ستيتس اوف ووتر، السوليد والليكويد والجاز، متنطورين في كذا حته في الارث زي ما احنا شايفين وتهرينا من الجزء ده الحصه اللي فاتت. من حيث البيولوجي، طب قبل ما نخش في البيولوجي، عارفين انه السوليد الايس لما يتحول لليكويد ده ميلتنج، لما يحصل له ايفابوريشن او يتحول لوتر فيبر ده ايفابوريشن. عايز ارجع الوتر فيبر لليكويد ده كوندنسيشن، عايز ارجعه سوليد يبقى فريزنج، مفيش اي حاجه جديده. الجزء البيولوجيكال اللي انا بتكلم عليه ايه؟ تعالوا نبص على الصوره دي. الصوره دي فيها ايه؟ فيها السيل اللي هي البيلدنج يونت بتاعت اي ليفنج اورجانيزم في الدنيا. اي سيل هتلاحظ فيها شويه كومبوننتس كده، تعالوا نعرفهم بالمره. الكوره الكبيره اللي في النص دي النيوكليس اللي فيها الدي ان اي بتاعنا، وبعدين في شويه اورجانيلز ثانيه، شويه كومبوننتس ثانيه يهمني فيهم الحاجه اللي عامله زي الهوت دوج دي، اللي هي زي حته السوسيس اللي محطوط عليها مستردة دي، الميتوكوندريا. مين الميتوكوندريا؟ ده الاورجانيلي او الحته اللي جوه السيل اللي بتطلع لي انرجي. تمام؟ يبقى حط نقطه بس على الحته دي. من بره البوردر اللي من بره ده اسمه السيل ممبرين. السيل ممبرين ده كان ايه الفانكشن بتاعته؟ زي ما احنا شايفين هنا، هو اللي بيعمل كنترول ايه اللي يخش السيل وايه اللي يطلع من السيل. مفيش حاجه تقدر تدخل او تطلع من السيل الا باذنه. ده السيل ممبرين. ايه علاقه كل ده بالووتر؟ بنقول انه البيولوجيك من حيث ايه علاقه كل ده بالووتر؟ بنقول انه من حيث البيولوجيكالي كل الليفنج اورجانيزمز عندهم سيلز. السيلز دي عندها سيل ممبرين او بنسميه برضو بلازما ممبرين. البلازما ممبرين دي او البلازما ممبرين ده هو اللي بيدخل الووتر وهو اللي بيطلع الووتر. طب الووتر تدخل السيل ليه؟ هي السيل محتاجه ايه؟ محتاجه نيوترينتس. يبقى الووتر هي اللي بتكون شايله النيوترينتس وتدخلها جوه السيل. بتدخل ايه كمان للسيل؟ السيل دي ليفنج سيل، يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه تعمل ريسبيريشن، محتاجه اكسجين. يبقى عندي الفود والاكسجين دول اللي ماشيين في انهي اتجاه؟ داخلين جوه السيل. طيب دخلوا، حصل الريسبيريشن، هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الويستس such as كربون دايوكسيد واي نيتروجينوس ويستس واي حاجه انا مش عايزها. يبقى الووتر هي المسؤوله عن الحتتين دول. يبقى البلازما ممبرين ده هو اللي from which the environment inside لو نقول الووتر بتتحرك from the environment to inside of the cell عشان تدخل لها اي substance محتاجاها علشان تطلع energy.
وخلي بالك من كلمه انرجي، وبيطلع منها الووتر from inside. خلي بالك الاولانيه دي from environment to inside، ثانيه from inside of the cell outwards to get rid of wastes. طيب هل في معلومه ثانيه عايز اعرفها؟ كنت بقول انه الانرجي دي مين اللي بيعملها؟ حته في السيل اسمها ايه؟ اسمها ميتوكوندريا. هوريكم بقى رسمه ثانيه اتغيرت في الكتاب السنه دي، وركزوا معايا فيها عشان دي فيها تفصيله اكتر من الرسمه اللي فاتت. احنا قلنا انه انا بدخل للسيل الحاجات اللي هي محتاجاها such as الجلوكوز. الجلوكوز ده بيبقى dissolved in water، بيدخل جوه السيل. طب يدخل جوه السيل يعمل ايه؟ يروح للميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي بتاخد الجلوكوز تعمل له رياكشن مع الاكسجين اللي برضه لازم يكون داخل مع الووتر، تعمل له رياكشن تطلع لي انرجي. ومن الرياكشن ده بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي كربون دايوكسيد وووتر. كربون دايوكسيد والووتر دول يعملوا ليفنج من هنا. طيب برضه يا مستر ايه الحاجه الجديده؟ الميتوكوندريا دي قلنا بتطلع ايه؟ بتطلع انرجي. طب بتطلع انرجي ازاي؟ عن طريق موليكيول اسمه ATP. ال ATP ده ممكن هنجيب سيرته في حصص جايه. ال ATP ده هو الفورم اوف انرجي ان ذا ليفنج اورجانيزم. يعني الليفنج اورجانيزم الانرجي اللي فيه، يعني لما اقول ان الليفنج اورجانيزم عنده انرجي كتير يعني عنده ATP كتير. ATP ده اسم موليكيول. فال ATP ده هو اللي بيمثل الانرجي فور ذا سيل، عشان كده جبت الرسمه دي. طيب نخش بقى في الموضوع اللي احنا اصلا بنتكلم عليه. احنا عايزين ندرس الووتر من حيث الكيمستري. الووتر اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن two elements. يعني ايه element؟ الاليمنتس دي يا حبايبي اللي هي موجوده في البريودك تيبل. ايه الفرق بين كلمه element واتوم؟ element دي حاجه في المطلق، بنتكلم عن نوع السبستانس، انما اتوم دي بتكلم عن عدد السبستانس. يعني انا عندي element اسمه هيدروجين اللي هو اول واحد في البريودك تيبل، وعندي element تاني اسمه اكسجين. يبقى الووتر فيها كام element؟ 2. طب فيها كام اتوم؟ هل هيبقوا 2؟ قال لك لا 3. ليه؟ لان انا بيبقى عندي اتوم واحده بس اكسجين واثنين اتومز هيدروجين. تمام؟ يبقى في فرق ما بين number of atoms والنمبر اوف elements والنمبر اوف molecules. الووتر موليكيول كام موليكيول؟ هو واحد اهو. تمام؟ جميل. ركزوا بقى معايا في الحته دي عشان دي بيجي عليها اسئله كتير قوي. الريشيو between الماسز. يعني ايه between الماسز؟ يعني الوزن بتاع الهيدروجين قد ايه مقارنه بالاكسجين. هنحفظ الرقم وبعدين اقول لكم تتحسب ازاي. المفروض انه الريشيو ما بين الهيدروجين من حيث الماس، مش من حيث العدد، مش من حيث العدد. خلوا بالكم اللي حضروا معايا الحصه دي في التسجيل القديم كان في رقمين. في رقم كان بيتكلم عن الفوليوم او السايز او العدد، وفي رقم تاني كان بيتكلم عن الماس. الجزء بتاع النمبر اتلغى، فاحنا بنتكلم على ايه؟ على الماس. فمن حيث الماس، من حيث الوزن، الهيدروجين الوزن بتاعه يبقى 1 والاكسجين الوزن بتاعه يبقى 8. تمام؟ تمام. لما يكون الهيدروجين 1 والاكسجين 8، لما اكون عايز احول الرقمين دول الى برسنتج هيتحولوا ازاي؟ قبل ما اقول لك هيتحولوا ازاي نعرف الرقمين. لو انا عايز ال 8 دي تبقى برسنتج هتبقى من ال 100% هتبقى 88.8888 كتير برسنتج، والهيدروجين هيبقى 11.111111 كتير. تمام؟ يبقى الرقمين دول مهمين قوي ان هم يتحفظوا. والرقمين دول ايه الفرق ما بين الرقمين دول ودول؟ دول البرسنتج اللي هي كام في المية، انما الرقمين دول الريشيو، ده لده، ده قصاد ده. طيب جم منين الارقام دي ونحسبها ازاي؟ اقول لحضرتك السلايد اللي ورايا دي مش موجوده عندكم في المنهج، دي من المنهج القديم، بس انا جبتها علشان هي لازم تتشرح عشان تفهم الكلام. فالمفروض انه انا عندي الكيميكال رياكشن انجاز التعبير اللي بيعمل لي ووتر هو ايه؟ هو ان الهيدروجين بيمسك مع الاكسجين يطلع لي H2O. جميل؟ جميل. نسيبنا من كل ده ونسيبنا كمان من نمبر 2. عايز اركز على ايه؟ عايز اركز على انه الاكسجين دي 1 اتوم والهيدروجين دي 2 اتومز. جميل؟ جميل. لو رجعنا للبريودك تيبل هنلاقي في حاجه اسمها ماس نمبر، مش الاتوميك، ماس نمبر. ماس نمبر ده رقم بيعبر عن الحاجه دي تقيله قد ايه. الشطار بقى في الساينس والشطار في الكيمستري، الماس نمبر بتاع الهيدروجين كان كام؟ 1. جميل. وبما ان انا عندي 2 هيدروجين يبقى هاخد 2 تايمز 1
تبقى كام؟ 2. طيب ماس نمبر بتاع الاكسجين ده اصعب شويه. ها الناس الشاطرين، كان 16. ف نمبر 1 دي هتبقى تايمز 16 فهتبقى 16. يبقى جوه الووتر موليكيول التوتال ماس بتاعت الاكسجين كام؟ 16. 16 ايه؟ 16 سيبوكم من الميجرنج يونت، 16 رقم، 16 يونت. الهيدروجين الاثنين مع بعض 2 يونتس. تمام لغايه دلوقتي؟ تمام. عشان كده بنقول الحته دي انه if you know that the atomic masses of oxygen 16 والهيدروجين 1 بنحسبها زي ما انا قلت فوق اهي. هنلاقي انه الهيدروجين لوحده له حسبه والاكسجين لوحده له حسبه، وبعدين بقارنهم بالتوتال. هو كاتب ارقام مختلفه عن اللي انا بقولها وهقول لكم ليه في الاخر، بس خلينا نمشي بالايه؟ باللي انا بقولها. حاجه تفصيله بس صغيره عشان تبقى يعني دحيح كيمستري. انا وانا في سنكم كنت ببقى حافظ الاتوميك نمبر والماس نمبر منين؟ كان غالبا الماس نمبر دبل الاتوميك نمبر. فالطالب الشاطر بيبقى على الاقل حافظ اول صفين من البريودك تيبل وحافظ الاتوميك نمبر بتاعهم. طب احترت في الماس نمبر، خد الاتوميك نمبر تايمز 2. عشان كده الاتوميك نمبر بتاع الاكسجين كام؟ 8. فلما اعمل له دبل هيبقى 16. جميل؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه عايز تحفظه 16 زي ما هو مفيش مشكله. جميل. فنرجع لموضوعنا. كنت بقول انه الاكسجين 16 يونتس والهيدروجين 2 يونتس باعتبار ان هما 2 بس. طيب التوتال كام؟ انا هنا ما قلتش ايه هي الميجرنج يونت، قلت الرقم وخلاص. التوتال كام؟ التوتال هيبقى ده بلس ده، يبقى 18. تمام لغايه دلوقتي؟ طيب لو انا عايز البرسنتج بتاعه الاكسجين اعمل ايه؟ يبقى انا عايز اشوف ال 16 تمثل قد ايه من ال 18. ولو عايز البرسنتج بتاعه الهيدروجين هاخد ال 2 اشوفها تمثل قد ايه من ال 18 برضو. تمام؟ طيب بتتحسب ازاي؟ باخد النمبر ده ديفايدد النمبر ده تايمز 100. جميل؟ جميل. في تفصيله بقى صغيره. انا ممكن اخد الارقام دي والعب فيها. ازاي؟ ابسطها شويه. يعني مثلا 16 divided by 18 مش هتبقى هي لو انا عملت divide هنا by 2 و divide هنا by 2 تبقى هي. يبقى 16 دي لو عملت لها divide by 2 تبقى 8 وال 18 لو عملت لها divide 2 تبقى 9. يبقى انا عندي الاكسجين 8 to 9. نفس الكلام في الثانيه. ممكن ال 2 دي اعمل divide 2 في الناحيتين فيبقى 1 to 9. جميل لغايه دلوقتي؟ جميل. اتاكد ازاي برضو؟ اتاكد انك لو عملت بلس للاثنين دول 8 بلس 1 هيطلع لك التوتال اللي هو 9. طيب عايز اطلع بالبرسنتج يا مستر، قول لي اعمل ايه؟ اقول لحضرتك، بس قبل ما اقول لحضرتك عايز افكرك بحاجه. احنا اصلا كنا بنحسب ايه؟ الريشيو جت ازاي؟ فمن اللي احنا حسبناه نقدر نقول ان الهيدروجين الريشيو بتاعت الهيدروجين للاكسجين كام؟ 1 to 8 بنفس هذا الشكل. سيبوكم من الرقم اللي في الاخر، يهمني ان هو 1 to 8. دي الطريقه بتاعت الايه؟ بتاعت الريشيو. طيب بتاعت البرسنتج هعمل ايه؟ هاخد الريشيو بس ما بين يعني هاخد كل واحد لوحده. هاخد الاكسجين اللي هو 8 هعمل له ديفايدد باي التوتال اللي هو 9 تايمز 100. يعني الرقم هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 800 ديفايدد باي 9. وشوفها على الكالكوليتر تطلع كام. الهيدروجين هيبقى كام؟ هيبقى 1 divided by 9 times 100، يعني كأنها 100 divided by 9. لما تحسب دي وتحسب دي هيطلع لك انه الهيدروجين 11 يعني 1 نوت كتير قوي، والاكسجين هيطلع 88.888 وحاجات كتير لغايه الاخر. يبقى دي الطريقه اللي بقدر احسب بيها برسنتج، والطريقه اللي بقدر احسب بيها الايه؟ الريشيو. طيب السلايد دي كان مكتوب فيها كلام غريب قوي. هو كان قايلها بطريقه اصعب شويه من اللي انا قلتها، بس انا قلت اقول الطريقه السهله. فهو هنا كان قايل ايه؟
هو هنا كان واخد الكيميكال رياكشن ده على بعضه، اللي هو ايه؟ اللي هو علشان اقدر اعمل H2O انا لازم مجبر اجيب 2 من ال H2 مع اتوم واحده من ال O2، وبالتالي لما يشبكوا مع بعض هيضطروا يعملوا لي ايه؟ 2 موليكيولز من الووتر. يعني ببساطه نفس الكلام اللي انا قلته بس تايمز 2، هيطلع لك في النهايه بعد اللفه دي كلها هيطلع لك برده 1 to 8. عشان كده بقول لك اللي انا قلته اسهل وابسط، هيغنيك عن الحسبه الكبيره قوي اللي ورا. يبقى عرفنا ازاي بنطلع البرسنتج وعرفنا ازاي بنطلع الريشيو. طيب عايز اعرف حاجه ثانيه عن الووتر مولكيول؟ عايز اعرف حاجات كتير. اول حاجه انا عندي 3 اتومز ماسكين مع بعض، صح. كنت حضرتك زمان في الساينس خدت انه كيميكال بوندز كانوا نوعين، نوع اسمه ايونيك بوند ونوع اسمه كوفالنت بوند. جميل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كان في فرقين. الفرق الاولاني ان الايونيك بوند كانت بتربط ما بين ايه وايه؟ ميتال ونون ميتال. الكوفالنت بوند كانت بتربط نون ميتال مع نون ميتال. طيب مبدئيا كده الصوره اللي قدامي هنا فيها اي ميتالز؟ الاكسجين ميتال؟ لا. هيدروجين ميتال؟ لا. يبقى البوندز اللي ما بينهم ايه؟ كوفالنت. دي اول نقطه. هل كان في فروقات تانية ما بين الايونيك والكوفالنت؟ الايونيك دي كان بيحصل فيها ايه؟ كان بيحصل فيها لوزنج وجيننج الكترون، زي الصوديوم كلورايد كده. الصوديوم بيتبرع بالكترون من عنده يسلمه للكلورايد ويفضل قاعد عند الكلورايد، الصوديوم مش هياخده تاني. دي كده اسمها ايونيك بوند. تمام؟ فيها تسليم، انا طلعت حاجه من عندي واديتها لك. الكوفالنت مش كده. الكوفالنت عامله زي الجمعيه، مش عارف سمعتوا اللفظ ده قبل كده ولا لا. لو احنا هنشير في الالكترونز، انا محتاج الالكترونز بتاعتك وانت محتاج الالكترونز بتاعتي، يبقى هشوف كل واحد فينا محتاج كام والالكترون يلف مره عندك ويلف مره عندي. دي الايه؟ دي الكوفالنت بوند. علشان كده بنقول الووتر مولكيول جواه كام بوند؟ جواه 2 بوند، واحده كوفالنت بوند هنا وواحده كوفالنت بوند هنا. جميل. ودي نتجت عن ايه؟ نتجت عن الشيرنج اوف الكترونز. طيب قبل ما اقلب او قبل ما اعدي الحته دي، محتاج اجيب الحته دي علشان نفهم الالكترونز بتاعه الهيدروجين. كان الكونفيجريشن بتاعها ايه؟ او الالكترونيك كونفيجريشن. الاتوميك نمبر بتاع الهيدروجين كان ايه؟ كان 1. يعني الهيدروجين عندها 1 انرجي ليفل في 1 الكترون. تمام. الهيدروجين عشان يبقى ستيبل لازم اول انرجي ليفل ده يتقفل بكام؟ يبقى 2. يبقى الهيدروجين محتاج بلس 1، محتاج الكترون زياده. طيب بالنسبه للاكسجين، الاكسجين كان الاتوميك نمبر بتاعها ايه؟ 8 اللي هو نص الماس نمبر. فالالكترونيك كونفيجريشن كان 2 وبعدين 6 عشان الاثنين مع بعض يبقوا 8. علشان الاكسجين يبقى ستيبل لازم اخر انرجي ليفل يتقفل بكام؟ ب2 عشان يبقى 8. ولهذا السبب بيحصل الكوفالنت بوند ما بين الاكسجين والهيدروجين. بس في مشكله صغيره، الهيدروجين محتاج الكترون واحد بس. الهيدروجين محتاج الكترون واحد بس، الاكسجين محتاج كام؟ 2. فلو الاكسجين ادى للهيدروجين واحد، الهيدروجين هيقول له شكرا، خلاص انا مش عايز منك حاجه ثانيه، وهيديله الالكترون بتاعه. يعني لما يحصل شيرنج هنا في الكترون هيروح للهيدروجين، فيبقى الهيدروجين عنده 2، وفي اللفه اللي بعدها الاثنين دول هيرجعوا عند الاكسجين. بس لما يرجعوا للاكسجين ال6 دي هتبقى 7، لسه الاكسجين ما شبعش، فيحتاج يعمل ايه؟ يحتاج يعمل بوند ثانيه مع هيدروجين اتوم ثانيه. لو حسيت انك اتلخبطت في الجزء اللي فات اعتبرني ما قلتوش، هقوله بطريقه ثانيه. الاكسجين اتوم ايه يا جماعه؟ الانرجي ليفل اللي من جوه بيبقى عنده 2 الكترونز كده مقفول، مش عايزين منه حاجه ثانيه. الانرجي ليفل اللي بعده في كام؟ 6. تيجي نعد ال6 كده هنلاقيهم فعلا مظبوطين. طيب ال6 دول ايه قصتهم؟ ال6 دول خلي بالكم، دول اللي انا عديتهم دول كلهم 8. ال6 فين عندي؟ هقول لكم، بس خلينا نكمل. الانرجي ليفل الاخراني ده اللي فيه 6 هي محتاجه كام؟ محتاجه تخليه 8. يبقى محتاجه تاخد كام الكترون؟ محتاجه الكترون من الهيدروجين دي والكترون من الهيدروجين دي. ف انا عندي في الاكسجين 6 الكترونز، 1 2 3 4 5 6. هتاخد عليهم 2 الكترونز، واحده من الهيدروجين دي وواحده من الهيدروجين دي. تمام؟ ده بالنسبه للاكسجين، كده الاكسجين شبع. طب كل واحده من الاثنين هيدروجين هتلاحظوا انه في 2 الكترونز شيرد ما بين الهيدروجين والاكسجين. فبالنسبه للهيدروجين هي كمان بقت مبسوطه لانها الانرجي ليفل بتاعها بقى فيه 2
الكترونز. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، وبنحيث او بالنسبه للاكسجين هي بقت حواليها 8 الكترونز توتال، فبقت هي كمان ساتسفايد. التو الكترونز دول يعملوا لي كوفالنت بوند واحده، ودول نفس الكلام. يعني انا كنت لسه بقول الكوفالنت بوند دي عباره عن ايه؟ عباره عن شيرنج اوف الكترونز، عباره عن شيرنج اوف الكترونز. ف لو انا شيرت الكترون من عندي وواحد كمان من عندك، يبقى احنا كده في ما بيننا بوند. يبقى الكوفالنت بوند الواحده محتاجه 2 الكترونز، واحد من عندي وواحد من عندك. تمام؟ عشان كده بنسمي الكوفالنت بوند دي سنجل كوفالنت بوند. طب افرض احنا عايزين نشير باربعه، 2 من عندي و2 من عندك، تبقى دبل كوفالنت وهكذا. نرجع للحته اللي فوتناها. في ملحوظه ثانيه في الصوره، ملحوظه ثانيه انه الانجل، الزاويه اللي ما بين الاثنين كوفالنت بوند ده رقم ثابت ومهم قوي يتحفظ، 104.5%، 104.5 degrees. جميل خالص. فاتفقنا انه الكوفالنت بوند لازم تكون سنجل كوفالنت بوند. شرحت لكم يعني ايه سنجل كوفالنت بوند. خلي بالك علشان في الاسئله لما هنيجي نحل مع بعض ممكن تلاقيه بيقول لك انا عندي 2 سنجل كوفالنت بوندز، تحس ان الجمله مش داخله هو سنجل ولا 2. خلي بالك 2 ده النمبر اوف بوندز، انما السنجل ده نوع البوند. يعني انا عندي كام كوفالنت بوند؟ 2، كل واحده فيهم اسمها ايه؟ اسمها سنجل كوفالنت بوند. يبقى انا فعلا عندي 2 سنجل كوفالنت بوندز. حاول تكتبوا الجمله دي عشان هنشوفها في الاسئله. والانجل قلنا الرقم بتاعها خلاص. طيب دي كانت الالكترونيك كونفيجريشن. بس مهم قوي الجزء اللي فوق ده، الديفينيشن بتاع الكوفالنت بوند. الديفينيشن بتاع الكوفالنت بوند كان بيقول ايه زي ما انا شرحته؟ هي one of the types of chemical bonds، ماشي، which connects two atoms by ايه؟ by sharing. اول ما تقرا كلمه sharing يبقى انا بتكلم على covalent bond. by sharing of each atom with one or more electrons to form the bond. لو عملت شيرنج ب1 هتبقى سنجل، لو عملت شيرنج بمور ممكن تبقى دبل او تريبل او حاجات زي كده. عشان كده الكوفالنت بوند بتتعمل ازاي في الووتر مولكيول؟ بنقول انه زي ما انا شرحت بقى من شويه انه الاكسجين اتوم شير لانها كوفالنت. الاكسجين اتوم الواحده هتشير بكام الكترون؟ ب2. هتقول لي يبقى كده دبل كوفالنت بوند. يا حبيبي استنى، ال2 دول مش رايحين لحته واحده، ده واحد رايح هنا واحد رايح هنا. يبقى انا مش عندي واحده دبل، لا انا عندي 2 سنجل. فبتعمل 2 سنجل كوفالنت بوندز. طيب بتشير في مين؟ في الفالنس الكترونز. الله، الكلمه العجيبه دي انت المفروض خدتها زمان. الفالنس الكترونز يعني ايه؟ الالكترونز اللي في الاوتر موست انرجي ليفل. يعني انا هنا في الاكسجين عندي 2 انرجي ليفلز، اللي جوه ماليش دعوه بيها، اللي بره هي دي الفالنس الكترونز. عشان كده الاكسجين بتدي واحد للهيدروجين دي وواحد للهيدروجين دي. تمام؟ بينما او وايل الهيدروجين اتوم شيرز 1 الكترون، كل واحده من الاثنين هيدروجين بيشيروا 1 الكترون، ففي النهايه بيتعمل السنجل كوفالنت بوند. ده كده اللي انا عايز اعرفه عن الكوفالنت بوند. بالمناسبه هنتكلم عن نوع بوند تاني كمان شويه، فمهم انك تبقى مركز في الحته دي. كل اللي احنا عمالين نهري فيه ده ادى الى ايه؟ ادى الى انه الووتر بقى عندها كيميكال بروبرتيز، بقى عندها شويه صفات من حيث الكيمستري بتاعتها مهمين ان احنا نذاكرهم. هناخد 3 حاجات. هناخد بروبرتي اسمها البولاريتي اوف ووتر وهنعرف ايه قصتها. هناخد بروبرتي تانية ازاي ان الووتر دي يونيفرسال سولفنت. يعني ايه يونيفرسال سولفنت؟ يعني بتدوب الحاجات جواها، تعمل ديزولفنج للسبستانسز زي ما قلنا في الاول خالص. لو تفتكروا قلنا ان الووتر عندها يونيك بروبرتيز من حيث الكيمستري، بتعمل ديزولفنج للموليكيولز. لما قلت لك بتعمل ديزولفنج للرياكتنس عشان الكيميكال رياكشن يحصل، فاحنا هنا هنعرف ازاي بتعمل ديزولفنج. وهنكتشف ان الديزولفنج ده نوعين، في حاجه اسمها هيدريشن وحاجه اسمها هيدروليسيس. هنعرف ايه الفرق ما بينهم. وعندنا بروبرتي اخيره خالص اسمها الاسيد بيز بالانس. ولو انت ناسي يعني ايه اسيد وبيز هفكرك. الاسيد بيز بالانس ده لما بيحصل ويبقوا الاثنين قد بعض بيحصل لي حاجه اسمها ايونيك ايكويليبريم. ايكويليبريم يعني بالانس، يعني الاثنين قد بعض. يعني خليني اختم الفقره دي بسؤال لحضرتك. الووتر اسيدك ولا بيزك ولا نيوترال؟ نيوترال. معنى كده ان من حيث الاسيد بيز بالانس مين اكتر من الثاني؟ مفيش حد اكتر من الثاني، هما الاثنين قد بعض. معنى كده ان الايونز قد ايه؟ قد بعض، ففي ايونيك ايكويليبريم. الفقره الجايه هنبتدي ناخد واحده واحده
من دول وتفتح دماغك كده علشان الموضوع ايه لسه في مغامرات. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد. ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. يلا بينا يا صديقي ويا صديقتي نكمل الرحلة بتاعتنا في اكتشاف الووتر مولكيول والحاجات الغريبة اللي فيه. كنت ختمت الفقرة اللي فاتت ان انا قلت لكم هنقسم كلامنا ل3 نقط مع بعض. اول حاجة كلمة بولر. تفتكر يعني ايه بولر؟ بولاريتي يعني ايه بولر؟ سمعت كلمة بولر دي فين؟ البولر بير، الدب القطبي. طب ده متسمي على اسم ايه؟ متسمي على اسم النورث بول والساوث بول. هل يمكن مثلا البولز دول يكونوا التو ديفرنت اندز بتوع اي حاجه؟ يا مستر ده انا افتكرت، ده احنا لما خدنا الماجنت قبل كده كنا خدنا ان في بول بيعمل اتراكشن لحاجه والبول الاوبوزيت ليه بيعمل اتراكشن للحاجه الثانيه. صح، اقول لك برافو عليك، هو ده البولاريتي. يعني ايه البولر؟ بتعمل اتراكشن لحاجه من ناحيه واتراكشن لحاجه ثانيه من ناحيه ثانيه. طب هتعمل اتراكشن لايه؟ اكيد بوزيتيف ونيجاتيف تشارج. ايوه يا مستر بس الووتر دي مش تشارج، دي نيوترال. لا تشارج. تعال نخش في الموضوع. بص يا سيدي، علشان البولاريتي اوف ووتر دي تحصل محتاج يبقى عندي حاجه اسمها الكترو نيجاتيفيتي. ركز معايا بقى في الحته دي، ركز معايا كويس قوي. المفروض احنا عندنا 3 حالات. استنى نجيب القلم عشان هو اتقمص شويه. المفروض ان احنا عندنا 3 حالات. الحاله الاولانيه انه موليكيول مثلا اسمه اكس يعمل رياكشن مع الموليكيول واي فيديله الكترون من عنده، تمام؟ فيتكون على الاكس بوزيتيف تشارج وعلى الواي نيجاتيف تشارج، وتبقى البوند اللي ربطهم ايه؟ ايونيك بوند. دي الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه انه يبقى عندي الموليكيول اللي هو الاكس عامل شيرنج مع الموليكيول اللي هو واي بالكترون او 2 او 3. في الحاله دي يتكون ما بينهم ايه؟ كوفالنت بوند زي ما اتكلمنا عليها من شويه. طيب في بقى حاجه ثالثه، حاجه كده ما بين الاثنين. ازاي؟ الاكس هيعمل شيرنج بالالكترونز مع الواي. جميل جميل. بس الالكترونز مش مره هتلف هنا ومره هتلف هنا، لا، الاكس هيسحبهم ناحيته شويه. بصوا المسافه هنا اكبر من المسافه هنا. الحركه دي معناها ايه؟ ان الالكترونز بقت قريبه قوي من الاكس والالكترونز بقت بعيده شويه عن الواي. طب كده دول هيبقوا نيوترال ولا تشارجد ولا ايه؟ ما هو عشان يبقوا تشارجد لازم الالكترونز تتحرك بالكامل من حته تروح حته، ولو هنعمل شيرنج يبقى المفروض احنا نيوترال. هنا في الحاله دي بتبقى حاجه في النص، هي كوفالنت بوند بس بتعمل لي تشارج اسمها partial charge. يعني ايه؟ الاكس لما هيسحب الالكترونز ناحيته هيبقى partially negative. نيجاتيف نص نص، لان الالكترونز عنده قريبه منه شويه والالكترونز نيجاتيف. طب بالنسبه للواي هيبقى slightly positive شويه. ليه؟ لان الالكترونز ما بتروحلوش قوي. ده البولاريتي. طيب الحركه دي معناها ايه؟ لما موليكيول او لما اتوم تسحب الالكترون ناحيتها اكتر من الاتوم الثانيه بنقول على الاتوم اللي سحبت الالكترونز عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه، تمام؟ وبالتالي علشان اي موليكيول يبقى بولر، وبالمناسبه هي دي البولاريتي، عشان موليكيول يبقى بولر لازم بالمنظر ده. فاللي بيعمل البولاريتي اوف ووتر هو ببساطه انه الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الاكسجين اعلى من الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين. يعني الاكسجين بيسحب الالكترون، مش احنا قلنا الاكسجين بيعمل شيرنج بالكترون هنا والكترون هنا؟ بس هو بينصر على الهيدروجين. هو بيديها الالكترون بتاعه بس في الاخر يعمل ايه؟ يقوم ساحب الالكترونز كلها ناحيته اكتر، وكل فين وفين يقوم مخليهم يروحوا شويه للهيدروجين ويرجعوا له تاني، فهو مسيطر جامد قوي. فالالكترونيجاتيفيتي دي اعلى من دي. ودايما الحاجه اللي عندها الكترونيجاتيفيتي عاليه زي الاكسجين بنقول عليها partially negative. العلامه دي معناها partially، انما الثانيه هتبقى partially positive. وبالتالي يعني ايه polar compound؟ ببساطه البولار كومباوند هو covalent compound. ليه covalent؟ لان البوند اللي هنا covalent بوند.
فهو كوفالنت كومباوند، بس لازم الكوفالنت كومباوند ده يكون فيه ايه؟ يكون فيه difference in electronegativity، يعني يكون في اتوم عندها electronegativity اعلى من اتوم ثانيه. و بيكمل يعني بيقول لما يكون الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي relatively large، لما يكون في فرق كبير قوي في الالكترونيجاتيفيتي. عشان كده بنشبهها بالصوره الظريفه دي، الاتوم بتاعت الاكسجين بتلعب شد الحبل مع الاتوم بتاعت الهيدروجين، بس واضح ان مين اللي اقوى، مين اللي حجمه اكبر، مين اللي بيشد اكتر؟ الاكسجين. عشان كده بنقول انه الاكسجين اتوم is more electronegative than the hydrogen atom. طيب ده بيؤدي الى ايه؟ زي ما قلنا من شويه، بيؤدي الى انه بالنسبه مثلا للكوفالنت بوند دي في سلايتلي نيجاتيف تشارج على الاكسجين وسلايتلي بوزيتيف هنا. طب بالنسبه للبوند الثانيه في سلايتلي نيجاتيف تشارج هنا وسلايتلي بوزيتيف تشارج على الهيدروجين. يبقى بما انه الهيدروجين بيعمل شيرنج بوان الكترون هيبقى عليه واحده slightly positive charge، انما بما انه الاكسجين بيعمل شيرنج ب 2 الكترونز فيبقى عندها 2 slightly negative charges، واحده هنا واحده هنا. طيب ايه علاقه كل ده بالبولاريتي؟ ما انا قلت لحضرتك لما يكون عندي موليكيول في ناحيه منه بوزيتيف وناحيه منه نيجاتيف يبقى بولر، في 2 opposite poles. وبما انه عندي ناحيه اللي هي جزئيه بتاعت الاكسجين دي نيجاتيف والهيدروجين دي بوزيتيف يبقى ده بقى ايه؟ بقى بولر موليكيول. طيب خلاص دي قلناها ان البارشال نيجاتيف على الاكسجين. كل ده بيؤدي في الاخر الى الحاجه اللي اسمها ووتر بولاريتي اللي هي العنوان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. طيب ايه الفايده يعني؟ ماشي الووتر بولاريتي، ها وبعدين نعمل ايه بقى؟ يقول لك لا ده الموضوع كبير قوي 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 قوي. خد دي، احنا عارفين من زمان انه الاوبوزيت تشارجز اتراكت، بينجذبوا لبعض، والسيم تشارجز ريبيل. طيب انا دلوقتي عندي الموليكيول بتاع الووتر ده في حته نيجاتيف وفي حته بوزيتيف. طب هو الموليكيول ده عايش لوحده ولا في حواليه موليكيولز ثانيه نفس القصه؟ في. طيب الموليكيولز دول فيهم حتت بوزيتيف وحتت نيجاتيف، يعملوا ايه مع بعض؟ ممكن يعملوا اتراكشن لبعض، بس الاتراكشن ده هيبقى خفيف. مش فاهم انت؟ تعالى افهمك، تعبني. تعالى نمسك الاخ اللي في النص ده. احنا شايفين ايه؟ ادي الاكسجين اتوم عليها سلايتلي نيجاتيف، معلش دي مكتوبه غلط، هنا دي نيجاتيف دي كمان نيجاتيف. فالاكسجين اتوم هنا عليها سلايتلي نيجاتيف، فهي في ما بينها وما بين الهيدروجين اتوم اللي سلايتلي بوزيتيف اللي في الالكترون الثاني شويه اتراكشن بسيط. نفس الكلام ما بين الاكسجين ده والهيدروجين اللي هنا لان فيها partially positive. الهيدروجين بقى اللي هنا هتعمل اتراكشن للنيجاتيف اكسجين اللي هنا وهكذا. وبما انه الهيدروجينز بما انه البونز دي كلها بتبقى بسبب الهيدروجين اتوم بنسميها هيدروجين بوند. عشان كده كنت قلت لك انه في الحصه دي هنتكلم عن 2 بوندز، مهم قوي ان احنا نفرق ما بينهم. اتكلمنا عن الكوفالنت خلصناها وبنتكلم عن الهيدروجين بوند. يبقى ايه هي الهيدروجين بوند؟ اول حاجه هي ويك بوند، ضعيفه خالص، بنسميها الكتروستاتيك اتراكشن، حاجه بسيطه كده، حاجه مش بوند قويه تربط لي وتعمل لي موليكيول كامل، لا. يبقى اول حاجه ان هي ويك. تاني حاجه دي البوند الوحيده اللي مش بتكون جوه الموليكيول، دي بتكون ايه؟ بره الموليكيول. يعني ايه؟ فاهم حضرتك؟ انا دلوقتي عندي موليكيول اوف ووتر، هل جوه الموليكيول اوف ووتر في هيدروجين بوند؟ لا، كوفالنت بوندز بس. طب ما بين الووتر موليكيولز وبعض بيبقى في ايه؟ بيبقى في هيدروجين بوند. وبالتالي الهيدروجين بوند دي بنسميها ايه؟ between molecules مش between atoms. تمام؟ between atoms يبقى انا بتكلم على جوه الموليكيول. between الاتومز of the same molecule covalent bond، انما between الاتومز of different molecules hydrogen bond. تمام؟ يبقى وجود الهيدروجين بوند ده جه منين؟ او ايه السبب في وجوده؟ البولاريتي اوف ووتر. وايه سبب البولاريتي؟ الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي. يبقى بعد اذنك في الكراسه بتاعت حضرتك هتكتب معايا سيكونس كده معين، هبتدي يعني سيبهولي في صفحه فاضيه، هرسم جزء منه دلوقتي وهكمله بعد ما اضيف باقي التفاصيل علشان لما يجي لي سؤال give reason. انا عندي ايه؟ عندي difference in electronegativity. تمام؟
اللي هو الاكسجين عندها الكترونيجاتيفيتي اعلى من الهيدروجين. طيب ده بيعمل لي ايه؟ ده بيعمل لي partial positive او negative charges على الووتر، على الاكسجين والهيدروجين زي ما احنا قلنا بقى. طب المنظر ده بيعمل لي ايه؟ بيخلي الووتر مولكيول يبقى بولر او عنده بولاريتي. طيب لما يكون الووتر مولكيول عنده بولاريتي ده بيطلع لي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها هيدروجين بوندز between المولكيولز. تمام لغايه كده؟ تمام، ده اللي احنا قلناه. تعال نزود عليه شويه حاجات. لما يكون في هيدروجين بوندز ربطالي المولكيولز بتاعت الووتر لازقين في بعض، فده بيعمل ايه؟ ده طبعا هيخلي الووتر مولكيولز attached جامد to each other. طيب لما يكونوا attached جامد to each other يحصل ايه؟ يحصل كذا حاجة. في حاجات منها انا هقولها لك عشان تبقى عارفها، عشان هنشوفها في حصص جاية. في حاجات لسه مش في الحصص دي مش هناخدها. لما الووتر مولكيولز تكون attached together يعملوا ايه؟ يعملوا لي حاجة اسمها cohesion. بتعمل لي حاجة اسمها cohesion. الكوهيجن دي هي اللي كانت السبب في ايه؟ هي اللي كانت السبب في الترانسبيريشن. هو علاقة الترانسبيريشن بالموضوع؟ ما انا قلت لك الحصة اللي فاتت الووتر فيبر مولكيول لما يطلع بيبقى ماسك مع الووتر مولكيول اللي وراه بهيدروجين بوند فبيسحبه، فده يقوم ساحب ده، يسحب ده، يسحب ده طول الزايلم لغايه ما اوصل للروت. كل ده حصل بسبب ايه؟ بسبب ان الووتر مولكيولز ار attached together. طب attached together by ايه؟ by cohesion. cohesion ده اللي بسبب ايه؟ بسبب الهيدروجين بوندز. تمام؟ مهم قوي في الماده بتاعتنا انك تربط الدروس ببعض. مهم قوي. طيب هل بتعمل حاجه ثانيه؟ قال لك هم attached to each other. بيبقوا attached to each other في الصوره الايه؟ في الصوره الليكويد. طيب انا عايز اعمل لها evaporation عشان تتحول الى ووتر فيبر. الووتر فيبر ده عباره عن ايه؟ نفس الووتر مولكيولز بس ما فيش ما بينهم الهيدروجين بوندز. طيب هل سهل ان انا اعمل ايفابوريشن للووتر؟ الحقيقه لا، ده صعب جدا. ليه؟ لان الهيدروجين بوندز اي نعم هي ضعيفه بس عددها كتير قوي، فده بيخليني لما اجي اعمل ايفابوريشن بيبقى الايفابوريشن صعب لان انا محتاج اكسر الهيدروجين بوندز دي الاول. فده بيخلي البويلنج، ما هو البويلنج ده اللي قلنا في اول حصه عباره عن ايه؟ تحويل الليكويد الى جاز. فالبويلنج اوف ووتر او البويلنج بوينت تبقى ايه؟ تبقى فيري هاي. فدي النقطه الثانيه. ده اللي بيخلي البويلنج بوينت انكريز. جميل. طب بتنكريز تبقى كام يعني؟ الرقم اللي احنا حافظينه 100 ديجري سيليزيوس. وعلى فكره 100 ديجري سيليزيوس على موليكيول زي الووتر ده رقم عالي جدا. ليه؟ لان احنا هناخد كمان شويه موليكيول تاني شبه الووتر بس البويلنج بوينت بتاعته قليله جدا بالنيجاتيف اصلا. فهنشوف القصه دي. هل في حاجه تانيه ليها علاقه بالهيدروجين بوندز والاتاتشمنت دي؟ في الحته بتاعت انه في بدايه كلامنا قلنا ان الووتر هي يونيفرسال سولفنت بيدوب اي حاجه. طب الاي حاجه دي ايه؟ الاي حاجه دي لازم تكون بولر. يعني ايه بولر؟ يعني عندها بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج، سواء بقى كان موليكيول ايونيك او غيره. طيب اغلب السولتس اللي احنا نعرفها، انا عارف ان انا طولت في الحته دي بس دي اساس كل اللي جاي فلازم تفهمها معايا. احنا عارفين او خدنا زمان انه تقريبا كل السولتس عباره عن ايونز، عباره عن بوزيتيف ايون ماسك مع نيجاتيف ايون such as صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد ده عباره عن ايه؟ بوزيتيف صوديوم مع نيجاتيف كلورايد. اذا هل الصوديوم كلورايد بولر؟ لان احنا قلنا يعني ايه بولر؟ في حته بوزيتيف وحته نيجاتيف. وبالتالي الصوديوم كلورايد عشان يدوب في الووتر هل ده له علاقه بالبولاريتي بتاعت الووتر؟ ليها علاقه بس هي السهم ده مش دقيق قوي، هو لازم السهم ده يطلع من كلمه بولاريتي بس هقول لكم ايه الفرق يعني. تمام؟ جميل خالص. نرجع لموضوعنا. الهيدروجين بوند دي فادتني في ايه؟ فادتني في 3 حاجات. اول حاجه
خلت في اتاتشنج للووتر موليكيولز توجذر باي انا بتكلم على انه البولاريتي عملت لي 3 حاجات. اول حاجه ان هي عملت لي الهيدروجين بوندز. تمام؟ طيب الهيدروجين بوندز دي تسببت في ايه؟ في elevating the boiling point، خلت البويلينج بوينت عاليه قوي توصل ل 100 degree سيليزيوس، مقارنه بالبويلينج بوينت بتاع اي موليكيول تاني شبه الووتر. زي ايه مثلا؟ هعدي الحته دي. زي ايه مثلا؟ زي موليكيول اسمه هيدروجين سلفايد، وتركز معايا في الحته دي. هيدروجين سلفايد ده عباره عن ايه؟ ده نسخه طبق الاصل من الووتر، بس شلنا الاكسجين حطينا سلفر. طيب سؤال، هل السلفر عنده الكترونيجاتيفيتي عاليه؟ لا. اذا هل السلفر عليه نيجاتيف بارشالي نيجاتيف والهيدروجين بارشالي بوزيتيف؟ لا مفيش. اذا هل السلفر عنده بولاريتي؟ لا مفيش. اذا هل السلفر عنده هيدروجين بوندز؟ لا مفيش. يبقى البويلينج بوينت بتاعته ايه؟ قليله جدا، لان الهيدروجين بوندز هي اللي كانت بتزود البويلينج بوينت. عشان كده لما نعمل مقارنه، المقارنات دي بتيجي في الاسئله كتير، ما بين الووتر موليكيول والهيدروجين سلفايد، هنلاقي انه الووتر موليكيول يكسب في بوينتس كتير. تعالوا نشوف مثلا من حيث الكيميكال فورمولا، ودي لازم تكون حافظها اهو. اكسجين طالع منه 2 هيدروجين، هنا مكانه سلفر طالع منها 2 هيدروجين. بالنسبه للالكترو نيجاتيفيتي في الاكسجين، طبعا هنا بنتكلم على السنترال اتوم اللي هي الاكسجين او السلفر، في الكترو نيجاتيفيتي عند الاكسجين هاي، انما الالكترو نيجاتيفيتي بتاعت السلفر فيري لو. طيب ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي هيدروجين بوندز، في هيدروجين بوندز بتوين ووتر موليكيولز، انما مفيش هيدروجين بوندز بتوين الهيدروجين سلفايد موليكيولز. ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى انه البويلينج بوينت، انا هتكلم عن الحته بتاعت الماس دي كمان شويه، البويلينج بوينت عند الووتر عاليه جدا، انما عند الهيدروجين سلفايد نيجاتيف 61، والرقم ده يتحفظ. يعني ايه بويلينج بوينت تبقى بالنيجاتيف؟ عشان نبقى فاهمين الحته دي. احنا دلوقتي ات روم تمبريتشر، البني ادمين الطبيعيين عايشين ات روم تمبريتشر. الروم تمبريتشر دي كام؟ 20. طيب يبقى ات روم تمبريتشر لما التمبريتشر تكون 20 وانا عندي الووتر بتتحول لفيبر ات 100، بتتحول من ليكويد لجاز ات 100، يبقى ات روم تمبريتشر الووتر ليكويد ولا جاز ولا سوليد ولا ايه؟ ليكويد، لان انا لسه ما وصلتش ل 100 ديجري. جميل. معلومه بقى اللي انا بقولها، الهيدروجين سلفايد هو اصلا جاز، وعلشان يتحول لليكويد لازم افضل اوطي التمبريتشر لغايه ما اوصل لنيجاتيف 61. دي المنطقه اللي بيحصل فيها البويلنج. يعني ايه البويلنج؟ يعني ان الليكويد هيدروجين سلفايد بيتحول الى جاز. ده لو احنا جايبين من تحت لفوق. طيب معنى كده انه ات روم تمبريتشر اللي هي 20، الهيدروجين سلفايد ده سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ ال 20 دي اعلى ولا اقل من نيجاتيف 60؟ اعلى بكتير جدا. وبالتالي الهيدروجين سلفايد ده جاز ات روم تمبريتشر، عشان احوله لليكويد لازم افضل اوطي التمبريتشر لغايه ما اوصل لل 61 نيجاتيف 61 واعديها. طيب يبقى خلوا بالكم بالنسبه للهيدروجين بوندز مش موجوده في الهيدروجين سلفايد، ولكنها موجوده في الووتر. طب بالنسبه للكوفالنت بوند هنا زي هنا مفيش اي اختلاف اهو، نفس الالكترونز هنا هي نفس الالكترونز اللي شيرد هنا، وبالتالي في 2 كوفالنت بوندز هنا او هنا. طيب في بقى تفصيله صغيره بتاعت الموليكيولر ماس. فتح دماغك معايا عمال ما استخدم شويه من الووتر موليكيولز. عندنا قاعده بتقول ايه؟ بتقول انه اي موليكيول لما يكون تقيل البويلنج بتاعه يبقى اصعب، صح؟ تعالوا نتخيل كده لو انا عندي طوبه تقيله قوي، او بلاش ناخد مثال ابسط، لو انا عندي حتتين تلج، في حته منهم لوح تلج كبير قوي زي اللي بنشوفها في محلات العصير، وعندي حته تانية حته تلجيه قد كده، مين الماس بتاعته اعلى؟ كبير. مين اللي يحصل له ايفابوريشن اسرع؟ اكيد صغير. ده منطقي. طيب اللي مش منطقي هنا ايه بقى؟ احنا قلنا مين البويلنج بوينت بتاعته اعلى؟ الووتر. بس الحقيقه مين اللي اتقل؟ اللي اتقل الهيدروجين سلفايد. كان المفروض ان الهيدروجين سلفايد ده البويلنج بوينت بتاعته تبقى اعلى من الووتر،
صح، لان الووتر وزنها خفيف خالص، المفروض يحصل لها بويلنج في ثانيه، انما الهيدروجين سلفايد ده تقيل. ولكن بالرغم من انه الماس بتاعت الهيدروجين سلفايد كبيره والماس بتاعت الووتر قليله، الا انه الووتر البويلنج بوينت بتاعتها اعلى. بسبب ايه؟ بسبب الهيدروجين بونز. تمام؟ الحته اللي انا قلتها من شويه اللي ممكن تبقوا انتم متلخبطين فيها شويه، ممكن اشبهها لكم بطريقه. عندنا مثل كده ممكن تكونوا سمعتوا عنه اسمه الكتره تغلب الشجاعه. يعني ايه؟ يعني الهيدروجين بونز دي ضعيفه خالص بس عددها كبير جدا بالملايين. يعني لو في كوبايه ميه فيها كام هيدروجين بوند؟ بالملايين. الواحده فيهم ضعيفه بس العدد الكبير قوي يغلب الشجاعه. يعني لو في موليكيول تاني تقيل قوي شجاع كده، الووتر موليكيولز تغلبه. ليه؟ لانها عندها هيدروجين بوندز كتير. نرجع للحته اللي انا فوتها في الاول. كنا بنتكلم عن لفظين مهمين. عندي لفظ الالكترونيجاتيفيتي، وده لازم 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 يتحفظ الديفينيشن بتاعه. ما هو الالكترونيجاتيفيتي؟ هي ميجرمنت، طريقه بنقيس بيها ايه؟ the atom's ability to attract electrons، تسحب الالكترونز اللي جوه الكيميكال بوند towards itself، زي ما الاكسجين عمل مع الهيدروجين. طب ايه هي الهيدروجين بوند؟ مهم برضه تبقوا حافظين الكلمه دي. هي الكتروستاتيك اتراكشن. ويعني ايه الكلمه دي؟ عشان قلتها من شويه ما شرحتهاش. الكتروستاتيك اتراكشن دي عامله بالظبط زي لما اجيب اتنين مغناطيس، واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، فيلزقوا في بعض. هل حتتين المغناطيس دول عملوا كيميكال بوند مع بعض؟ لا. ما حصل ما بينهم ايه؟ اتراكشن، بنسميه فيزيكال اتراكشن او الكتروستاتيك اتراكشن. الهيدروجين بوند نفس الكلام. يعني الهيدروجين بوند دي ما بتغيرليش في الكيميكال كومبوزيشن بتاع الووتر، يعني الووتر موليكيول زي ما هو، ولكنها بتبقى الكتروستاتيك اتراكشن ما بين تحديدا البارشالي بوزيتيف هيدروجين اتوم of one electron of one molecule and the partially negative oxygen in the other molecule او in the neighboring water molecule. عشان كده كنت بقول لكم معلومتين: هيدروجين بوند ضعيفه يعني هي مجرد الكتروستاتيك اتراكشن، تاني حاجه هي بوند between الموليكيولز مش جوه الموليكيولز. يبقى خلوا بالكم في الاسئله لما يقول لي between هيدروجين، لما يقول لي inside او in the molecule covalent. تمام؟ جميل خالص. الحته دي خلصناها. ودي الحته اللي كنت بقول لكم عليها انه ازاي البويلنج بوينت بتاعه الهيدروجين سلفايد قليله جدا مقارنه بالبويلنج بوينت بتاعه الووتر. خدنا الكومباريزن دي وقلت لكم بتيجي كتير في الاسئله فاحفظوها. بنكمل بقى ايه علشان ما تتوهوش معايا. في الاول انا قلت ان البولاريتي بتاعه الووتر بتعمل 3 حاجات. فكركم. نمبر 1 كانت ايه؟ نمبر 1 كانت الهيدروجين بوندز، دي اول حاجه. تاني حاجه او تاني وتالت حاجه ان هي مش بس بتعمل الكتروستاتيك اتراكشن ما بين الووتر موليكيولز وبعض، لا دي كمان بتعمل اتاتشنج للووتر موليكيولز مع الاذر بولر موليكيولز اللي انا رسمتها لكم في الرسمه. قلت لكم انه البولاريتي بتاعت الووتر ممكن لو انا جبت موليكيول تاني بولر دوبته فيها يدوب، اللي بيبقى اسمه ديسوليوشن اللي هو الديزولفينج، يعني حاجه تدوب. ودي تدخلني في رقم 3 ان هي مش بس بتعمل اتاتش مع البولار موليكيولز، لا دي كمان تقدر تعمل dissolve many salts and dissociating them into hydrated ions. طبعا انت في دماغك 600 سؤال هنجاوبهم واحده واحده، بس الاول نفهم الجمله اللي احنا قلناها. قلنا من شويه في الرسمه ان الووتر تقدر تعمل dissolving للبولار كومباوند such as صوديوم كلورايد. طيب صوديوم كلورايد ده لما يحصل له dissolving في الووتر هيتحول الى ايه؟ الصوديوم هيبقى لوحده يبقى ايون، والكلورايد هيبقى لوحده هيبقى ايون. جميل؟ الاثنين ايونز دول بما ان هم دايبين في الووتر بنسميهم hydrated ions. يبقى يعني ايه hydrated ions؟ any ions surrounded by water molecules من كل الاتجاهات such as صوديوم كلورايد. وهوريكم الصوره حالا تفهمكم الحته دي. تمام؟ يبقى فهمنا يعني ايه hydrated ion، يعني ان الاثنين ايونز ينفصلوا عن بعض وكل ايون يبقى بيتحوط بالووتر من كل الاتجاهات. طيب سؤال، انت يا مستر قلت لنا من شويه في الرسمه اللي انت رسمتها انه الهيدروجين بوند هي السبب في انه السولت يحصل له ديزولفينج.
انا مش شايف كده يا مستر، الهيدروجين بوندز دي بتوين الووتر موليكيولز وبس. ايه علاقه ده بالديزولفينج بتاع السولتس؟ خش معايا. الرسمه دي لو صعبه في رسمه ثانيه اسهل منها. احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين المكعب بتاع الصوديوم كلورايد، بنسميه السوليد لاتس بتاع الصوديوم كلورايد. هنحطه جوه الووتر، هيحصل ايه؟ الصوديوم هيروح في حته والكلورايد هيروح في حته، زي الايكويشن اللي تحته دي لازم تحفظوها. ان الصوديوم كلورايد السوليد لما احط عليه ووتر هيطلع منه كلورايد اينز نيجاتيف وصوديوم اينز بوزيتيف، والحاجات اللي بين قوسين هقول لكم عليها بس نمشي حاجه حاجه. طيب دول لما ينفصلوا عن بعض، اولا هم ليه انفصلوا عن بعض؟ ثانيا هينفصلوا ازاي؟ هم ببساطه هينفصلوا عن بعض وقلنا انه الكلورايد عليه نيجاتيف تشارج والصوديوم عليه بوزيتيف تشارج. اول ما ينفصلوا عن بعض بيتلم عليهم كل الووتر موليكيولز ويعملوا حاجات مميزه قوي. ايه الحاجات دي؟ بما ان الكلورايد نيجاتيف، انا عندي حته بارشلي بوزيتيف في الووتر موليكيول اللي هي مين؟ الهيدروجين اتوم. فلما نيجي نبص هنا على الكلورايد هنلاقي ان كل البارشلي بوزيتيف هيدروجين اتومز متصدره ناحيه مين؟ الكلورايد، وعامله معاه عامله معاه الكتروستاتيك اتراكشن وخلاص، مش لازم نقول اسمها يعني، دي حاجه. طب بالنسبه للصوديوم، الصوديوم ده بوزيتيف، هيتلم حواليه برضو الووتر موليكيولز بس من ناحيه ايه؟ الاكسجين. هيبقى الاكسجين هو اللي متصدر ولازق مع الصوديوم، لان الصوديوم بوزيتيف والاكسجين بارشلي نيجاتيف. تمام؟ هوريكم صوره ثانيه دلوقتي توضح لكم الكلام ده. ايه الحاجات اللي بين قوسين دي؟ الحاجات اللي بين قوسين دي كتب تحت كده جنب الموليكيولز اللي في الكيميكال رياكشن عشان تعبر عن حالتهم. تمام؟ المفروض الصوديوم كلورايد ده الملح ده ايه؟ سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ سوليد، فبنكتب بين قوسين اس. طيب لما يدوب في الميه ويتحول الى ايونز، عندنا قاعده بتقول اي ايون دايب جوه ووتر بيعمل لي حاجه اسمها سوليوشن، بكتب عليه بين قوسين اكيوس، اختصارها اي كيو. هوريكم الاختصارات دي كلها كمان شويه، بس اتمنى الحته دي تكون ايه؟ تكون مفهومه كويس قوي. بص صوره ثانيه كده، معلش انا نطيت حتت كتير بس عشان اوريكم الصوره دي. صوره ثانيه موضحه لنا الكلام ده اهو. اللاتس بتاع الصوديوم كلورايد، صوديوم مع كلورايد كتير ماسكين مع بعض. اول ما يدوبوا في الووتر هنلاحظ حاجتين، ان الصوديوم عامل بوندز مع كل الاكسجين موليكيولز، كل الاكسجين اتومز اللي في الووتر موليكيول وعرفنا السبب. والكلورايد عامل اتراكشن كتير قوي مع او بوندز مع الهيدروجين اتومز اللي في الووتر موليكيولز لانه عليها partially positive charge. فدي صوره ثانيه اوضح من الاولانيه. طيب هنا محتاج أأكد على حاجتين. الحاجة الأولى السيمبلز. لما يكون حاجة solid بكتب S، لما يكون حاجة liquid بكتب L بالطريقة دي. لما تكون حاجة aqueous يعني ion dissolved in solution بكتب AQ. لما يكون حاجة gas بالمناسبة بكتب G. تمام؟ وفي حاجات تانية بس على مدار بقى السنين تبقوا تدرسوها يعني. قبل ما نكمل بنفكر نفسنا بكام نقطة كده. اول حاجه ان الهيدروجين بوندز دي ايه قصتها؟ دي الكتروستاتيك اتراكشن نوعه ويك، ضعيف خالص، بيبقى موجود ما بين الموليكيولز اللي فيهم ديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي. وهتلاقوا في الكلام ان هو بيقول ان ده بيحصل لما يكون الهيدروجين اتوم محطوطه ما بين 2 اتومز عندهم الكترو نيجاتيفيتي عاليه زي الصوره دي كده. بس طبعا في فرق، انه هنا دي كوفيلنت بوند وهنا دي ايه؟ هيدروجين بوند. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إنه يا ترى إيه نوع البوندز، التايب أوف بوندز اللي بتوين الأتومز أوف ووتر. بنأكد على إنه لو بيسألني على الأتومز إن أ ووتر موليكيول دي هتبقى كوفيلنت. إنما لو قال لي بتوين ووتر موليكيول هتبقى هيدروجين. النقطة دي مهمة جدا. طيب إيه تاني؟ الووتر موليكيول الواحد اسنجل ووتر موليكيول بيقدر يعمل لي بايندينج مع 4 other water molecules through hydrogen bonds. تمام؟ ده بيكون بسبب ايه؟ بيكون بسبب انه الاكسجين عندها 2 partially negative charge والهيدروجين عليها واحده هنا واحده هنا. يبقى انا عندي كام تشارج؟ عندي 3 4.
3 اتومز بس 4. كل واحده من دول تقدر تعمل هيدروجين بوند مع مولكيول تاني. يبقى ايه السبب ان هو يقدر يعمل الهيدروجين بوندز بالطريقه دي؟ انه عنده الووتر مولكيول 2 partially positive charge و2 partially negative charge. فالنتورك دي من الهيدروجين بوندز بتدي الووتر اتس يونيك بروبرتيز، وده اللي بيسبب الهاي بويلينج بوينت زي ما قلنا من شويه. ليش في حاجه افتكرتها دلوقتي، هي غلطه من عندي. لما هتيجوا تحلوا الهوم ورك فيه سؤال هتلاقوه بيسالكوا الووتر مولكيول بيقدر يعمل كام هيدروجين بوند. تمام، انا بالغلط وانا بحل بسرعه كتبت 3، قريتها غلط فقلت 3 يعني. تمام، فالمفروض انا صورت الهوم ورك قبل الحصه، فالمفروض هقول لهم يظبطوا بس الحته دي في الواجب. فمعلش لو انت بتشوف الحصه دي وداخل تحل الواجب وما كانتش دي لسه اتصححت، اعرف ان الاجابه الصح 4 مش 3. تمام، دي غلطه من عندي، انا بعتذر. طيب النقطه الاخيره عايزين نعرف ايه. المفروض زي ما قلت لكم في المقارنه، لما يكون مولكيول عنده greater molecular mass المفروض يبقى عنده higher boiling point such as الهيدروجين سلفايد بيبقى عنده ماس كبيره، ولكن على ارض الواقع البويلينج بوينت بتاعت الووتر هي اللي هاير، وعرفنا من شويه ايه السبب. طيب ده هيدخلني في النقطه اللي بعدها، والنقطه دي اساسيه قوي. النقطه اللي بعدها بتقول ايه؟ النقطه اللي بعدها بتقول انه بما انه الووتر ده بولر مولكيول، يعني عنده ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي او ديفرنس في التشارجز، معنى كده انه يقدر يعمل بايندينج مع اي بولر مولكيول تاني، ولما يعمل له بايندينج يعمل له ديزولفينج زي ما شفنا مين؟ الصوديوم كلورايد. طيب فده اللي هنتكلم عليه. بما ان الووتر عندها الكلام ده فبنعتبرها يونيفرسال سولفنت، ودي البروبرتي رقم 2. احنا عندنا 3 بروبرتيز، اول حاجه البولاريتي، تاني حاجه يونيفرسال سولفنت. حد فاكر طلعت من اليونيفرسال سولفنت كام سهم؟ كنت كاتب عليهم ايه؟ لو افتكرت تبقى جدع، ولو كاتبها تبقى جدع مرتين، هقولها كمان شويه. فبسبب ان هي يونيفرسال سولفنت بتعرف تعمل ايه؟ بتعرف تعمل ديزولفينج لاي حاجه فيها تشارج. زي ايه؟ زي البولار مولكيولز، وزي ايه تاني؟ زي الايونيك كومباوندز. ايه المشترك ما بين الكلمتين دول؟ ان الاثنين عندهم ديفرنس في التشارج. البولار مولكيولز دول اللي هم هيبقوا ايه؟ زي الووتر partially positive partially negative. طب الايونيك كومباوندز دول زي الصوديوم كلورايد بوزيتيف صريح نيجاتيف صريح. في الحالتين الووتر قادره ان هي تعمل لهم ايه؟ تعمل لهم ديزولف. طيب عايزين بس نفتكر حاجه صغيره عشان نعرف نفهم الووتر بتشتغل بالطريقه دي ازاي. الووتر خلوا بالكم الووتر نفسها مقسومه الايونز، يعني اصلا ال H2O مقسوم قطعتين. في قطعه اسمها هيدروجين ايون، وفي قطعه ثانيه اسمها هيدروكسيد ايون. وهنا تصحصحوا لي بقى شويه، في فرق كبير يا جماعه ما بين اني اقول ان ال H2O عباره عن كام اتوم، يعني لو انا هتكلم على اتومز هتبقى عباره عن ايه؟ 2 هيدروجين وواحده اكسجين. ده بالنسبه لايه؟ للاتومز، لانواع الاتومز. بس بالنسبه للايونز بتتقسم لايه؟ في هيدروجينيه بتبقى لوحدها، واتفقنا من شويه ان هي ايه؟ في حاله ان هي لسه ماسكه مع الاكسجين كانت partially positive. انما لو لسبب ما الووتر دي حصل لها ايونايزيشن، يعني الايونز بتاعتها انفصلت، هنا بقى مش هيبقى partially positive و partially negative، هيبقى في هيدروجين اتوم بوزيتيف فعلا لانها فقدت الالكترون بتاعها واديته للاكسجين تماما. وكمان هيبقى الناحيه الثانيه باقي مين؟ واحده هيدروجين مع واحده اكسجين، بيعملوا لي ايون تاني اسمه هيدروكسيد ايون. يبقى في فرق ما بين تقسيم الووتر من حيث الاتومز وتقسيم الووتر من حيث الايونز. يبقى بنقول تاني الووتر نفسها معموله من 2 ايونز، بوزيتيف هيدروجين ايون ونيجاتيف هيدروكسيد ايون، والجزء ده هو الاساس بتاع كل اللي جاي. فمهم قوي ان احنا نكون فاهمين. برضه في حاجه ثانيه محتاجين نبقى عارفينها،
احنا واخدين من زمان انه الكيميكال رياكشن ببقى راسم الرياكتنت هنا بعدين سهم بطلع البرودكتس. في بعض الرياكشنز تبقى ريفرسبل. يعني ايه؟ يعني مثلا الصوره اللي قدامي دي فيها ووتر مولكيول ماسك مع بعضه، بعدين فجاه فك بقى هيدروجين لوحده، بعدين هيدروكسيد، بعدها بشويه رجع تاني بقى ووتر، وهكذا. الرياكشنز اللي بتبقى كده بتبقى رايحه جايه رايحه جايه. يعني انا الووتر اللي في الازازه دي في اجزاء منها لسه ماسكه مع بعضها، وفي اجزاء تحولت الى اينز، بعدها بدقيقتين الاينز ترجع تاني، وهكذا. يعني في ميكستشر ما بين اينز وما بين مولكيولز صريحه. طيب دي الصوره اللي كنت بكلمكم عليها في حاله الصوديوم كلورايد. تعالوا نقرا كده مع بعض السيكونس. هو الكلام ما فيهوش اي حاجه جديده يعني. بنقول انه احنا عندنا 1 2 3، عندنا لفه كده. لما الصوديوم كلورايد اينز احطهم في الووتر، اول حاجه بيحصل انه الموليكيولز ديسوشيت، بينفصلوا الى صوديوم اينز وكلورايد اينز، و دي كده اول حاجه ان هم انفصلوا عن بعض. طيب بعد ما ينفصلوا البوزيتيفلي تشارجد صوديوم ايون، الصوديوم اللي عليه بوزيتيف، هيحصل له سراوندنج باي البارشال نيجاتيف تشارج بتاعت الاكسجين اتوم. طب والكلورايد النيجاتيفلي تشارجد كلورايد ايون هيحصل له سراوندنج باي البوزيتيف تشارجد هيدروجين اتومز اللي في الووتر موليكيول زي ما شرحنا. في النهايه ايه علاقه ده بالموضوع؟ في النهايه السولت ايونز remain in the solution. يعني ايه؟ هنقراها وبعدين افهمها لك بالراحه عشان دي اكتر حته كريتيكال في الحصه كلها. السولت remain in the solution without binding to water ions. يعني ايه؟ يعني هنا الصوديوم عمل الكتروستاتيك اتراكشن مع الاكسجين، بس هل الصوديوم راح مسك مع ووتر موليكيول وعمل معاه نيو كومباوند؟ عمل معاه ايونيك بوند او كوفالنت بوند؟ لا مفيش. امال القصه ايه؟ هو مجرد surrounded by الووتر موليكيولز من كل الاتجاهات، بس مفيش حد عمل كوفالنت بوند او ايونيك بوند مع التاني. لا ده مجرد ايه؟ اتراكشن كده بسيط، حب من طرف واحد. تمام؟ طيب النقطه بقى اللي انا بتكلم فيها هنا انه الديزوليوشن اوف صوديوم كلورايد في الووتر is not considered hydrolysis. ليه؟ لان الايونز فضلت ذا سيم، ما عملتش بايندنج مع الووتر موليكيول، وده ما خلاليش الووتر تتحول الى اسيد او بيز. طبعا حضرتك مش فاهم اي حاجه، عادي انت كده في السليم، وهنكمل حته هتبقى برضه مش فاهم اي حاجه وبعدين افهمها لك كلها مره واحده. السيكونس بتاع القصه دي اهو. القصه بتقول ايه؟ لما الايونيك كومباوندز بيحصل لها ادنج في الووتر، الكريستال لاتس اللي هو ده بيحصل له بريك داون وبيحصل له ديسوشيشن انتو الاينز بتاعته، ف بينتج لي نوعين من الاينز. النيجاتيف اينز such as الكلورايد بيحصل لها اتراكشن للبوزيتيف بول بتاع الووتر اللي هي الهيدروجين، والبوزيتيف هيحصل لها اتراكشن للاكسجين لانها بارشال نيجاتيف تشارج. تمام؟ اعتقد الجزء ده انت فاهمه. الجزء اللي انت مش فاهمه ده بقى ايه ده بقى؟ اقول لك انا، بس الاول نجيب السلايد. خلاص دي اتكلمنا فيها. دي بقى الشاطر فيكو اللي كان كاتب تحت البروبرتي الثانيه ان الووتر يونيفرسال سولفنت، كنت انا مطلع سهمين، سهم اسمه هيدروليسيس وسهم اسمه هايدريشن، وهنا عايزك تركز معايا لسببين. السبب الاولاني السلايد دي مش موجوده في المنهج الجديد، دي متاخده من المنهج القديم. تمام؟ بس لما شالوها من المنهج الجديد لما تيجي تقرا تلاقي نفسك مش فاهم حاجه، لانك مش عارف الفرق ما بين الكلمتين دول، الهايدريشن والهيدروليسيس. فاضطريت ان انا اجيبها من المنهج القديم واشرحها لك عشان تبقى فاهم. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا لما اجيب سولت احطه في ووتر، انا عارف ان انت ابتديت تتعب بس انا خلاص بخلص الفقره دي. لما اجيب سولت احطه في ووتر، السولت ده هيحصل له حاجه من اتنين. تعالى نرسمها. هقول مثلا ان في سولت اسمه اكس واي، لان المفروض ان اي سولت بوزيتيف تشارج مع نيجاتيف تشارج، صح؟ لو السولت ده حصل له، خلي بالكم اللي انا هقوله، عايز اقولها في حته تانية، معلش همسحها وارسمها تاني معلش. لو انا عندي سولت اكس واي، الاكس عليه بوزيتيف والواي عليها نيجاتيف،
المفروض هذا السولت هيعمل ديزولف ان ووتر، اللي اتفقنا ان الووتر دي عباره عن ايه؟ positively charged hydrogen مع negatively charged hydroxide. هيحصل حاجه من اتنين، يا اما السولت ده هيبقى النيجاتيف لوحده والبوزيتيف لوحده وحواليهم من كل الاتجاهات ووتر موليكيولز كده، سواء الووتر موليكيولز دي كانت H2O او HOOH. في الحالتين ما حصلش اي كيميكال بوندج ما بينهم، يبقى الحاله دي اسمها هايدريشن. كلمه هايدريشن يا جماعه ده مصطلح في الساينس معناها ان الواحد شرب ميه كويس. ايه علاقه ده بالموضوع؟ ان الهايدريشن عباره عن انه السولت او الاينز متغطسه في الووتر، متحوطه بالووتر من كل الاتجاهات. ده الايه؟ الهايدريشن. عندي حاجه ثانيه اسمها هيدروليسيز. ايه الهيدروليسيز؟ الهيدروليسيز خليني اكتبها هنا في الاول. الهيدروليسيز دي حاجه من ثلاثه، بس المشترك في الثلاثه ايه؟ المشترك في الثلاثه انه الاينز دول يا اما هما الاثنين يا اما واحد فيهم هيعمل كيميكال بوند كوفيلنت ايونيك بوند مع الاثنين دول. فده الهيدروليسيز. على سبيل المثال طلع 3 اسهم كده صغنطاطين. على سبيل المثال ممكن الاكس البوزيتيف يمسك مع الهيدروكسيد النيجاتيف ويفضل الواي لوحده والهيدروجين لوحده. انا كتبت الواي نيجاتيف يا جماعه معلش. دي حاله. في حاله ثانيه ان الواي النيجاتيف هو اللي يمسك مع الهيدروجين ويفضل الاكس البوزيتيف لوحده والاو اتش النيجاتيف لوحده. الحاله الثالثه ان هما الاثنين يمسكوا مع بعض، الواي يمسك مع الاتش والاكس يمسك مع الاو اتش. يبقى خد سكرين شوت. يبقى حبيبي قدامك 4 حالات مختلفه من الديزولفينج اوف سولت ان ووتر. تمام؟ ال4 حالات دول في حاله واحده بس منهم اسمها هايدريشن، الثلاثه التانيين اسمهم ايه؟ هيدروليسيس. اختم كلامي في الفقره دي بحاجه صغيره خالص. هو يعني ايه هيدروليسيس؟ هيدروليسيس يعني بريكنج داون اوف ووتر. يعني ايه؟ يعني حضرتك الووتر عباره عن هيدروجين وهيدروكسيد. لما حضرتك تخطف واحد منهم وتعمل معاه بايندنج انت كده فرقتهم لي، انت كده زعلت الووتر، انت كده كسرت الووتر. فلما اخد الهيدروجين اعمل معاه بايندنج او الهيدروكسيد اعمل معاه بايندنج او الاثنين، دي حالات اسمها الايه؟ الهيدروليسيس. عشان كده السلايد اللي كنا واقفين عندها كانت بتقول ايه؟ الهيدريشن دول مش حفظ، انا عايزك تفهمهم بس. هي البروسيس in which ions are surrounded by water molecules. ايه؟ surrounded متحوطه. بس هل في بايندنج؟ لا. without breaking down the bonds، يعني من غير ما اعمل بوند او اكسر اي بوند. مثال عليهم واضح قوي مين؟ الصوديوم كلورايد. طبعا التي دي غلط، هي بوزيتيف. الصوديوم كلورايد. تمام؟ عشان كده في الرسمه اللي فاتت قلت لك صوديوم كلورايد ده اسمه ايه؟ هيدريشن نوت هيدروليسيس. طب الهيدروليسيس دي عباره عن ايه؟ والديفينيشن ده بقى هو اللي عليكم، يعني الاولاني ده مش عليكم، الثاني هو اللي عليكم. هو رياكشن. رياكشن يعني ايه؟ بعمل كيميكال بوند. بيحصل when a solid salt dissolves in water. ايوه بيعمل ايه يعني؟ بيعمل حاجه وانت هتتخض منها شويه بس هشرحها لك في بدايه الفقره الجايه. بيعمل او بيخلي الووتر تبقى اسيد او بيز both of which are weak. مستر ايه علاقه الميه والملح بالاسيد والبيز؟ وحاجه تانية، هو في حاجه اسمها ويك اسيد وويك بيز؟ هنعرفهم الفقره اللي جايه. خش على الفقره اللي بعدها. ادخل على موقع الخطة التعليمي علشان تشوف باقي الدروس في كل المواد. ذاكر في أي وقت وخليك دايما مستعد. أهلا بكم مرة ثالثة يا أصدقائي الأعزاء. وقفنا عند حتة غريبة قوي. كنا بنقول هو يعني إيه لما أحط سولت في الووتر يخليها تبقى بيز أو أسيد؟ ويعني إيه ويك أسيد؟ هو الأسيدز والبيزز في منها سترونج وفي ويك؟ خش معايا في الموضوع كده. طالما فتحنا سيره الاسيد والبيز ده هيدخلني في النقطه الثالثه في الكومباريزن بتاعتي اللي هي الاسيد بيز بالانس والمرتبطه بالايونيك ايكويليبريم. بنفكر نفسنا بانه الووتر من حيث الايونز قسمناها مجموعتين، في نيجاتيف هيدروكسيد ايونز
وفي بوزيتيف هيدروجين ايونز. طيب اركن الووتر على جنب. عايزين نعرف يعني ايه اسيد ويعني ايه بيز، واللي انا هقوله دلوقتي حالا ده مهم قوي واكتبه. الاسيد هو اي سوليوشن عنده كونسنتريشن عالي قوي من الهيدروجين ايونز. تمام؟ البيز عباره عن ايه؟ عباره عن اي سوليوشن عنده هاي كونسنتريشن اوف هيدروكسيد ايون. جميل؟ طيب ده الاسيد والبيز. طب النيوترال اللي في النص عنده equal concentration of hydrogen ions and hydroxide ions. تمام؟ تمام. لو انت يعني عندك قوة ملاحظة هتلاحظ انه في الحالات الاربعة اللي انا كتبتهم في اخر الفقرة اللي فاتت اتكون عندي اسيدز واتكون عندي بيزز، ولما بحط السولتس كان نسبة الهيدروجين والهيدروكسيد الفاضية كانت بتتغير. تمام؟ طيب الحته دي شفناها من شويه ان ازاي الووتر الليكويد تتحول لهيدروجين ايون اكيوس وهيدروكسيد ايون، ولكن بنفكر نفسنا ان الووتر نفسها زي البيور ووتر او الديستلد ووتر دي اسيدك ولا الكالاين او بيزك؟ لا دي نيوترال. ايه السبب؟ لانه البيور ووتر contains equal concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions. هما الاثنين قد بعض. طيب يعني ايه اصلا اسيدز ويعني ايه الكلام ده كله؟ انا لما بحط سولت جوه ووتر بيحصل لي احتمال من ثلاثه. يا اما السوليوشن بيفضل نيوترال لان الووتر اصلا نيوترال، يا اما السوليوشن بيبقى الكالاين او بيزك، يا اما السوليوشن بيبقى اسيدك. والقاعده عندنا بتقول ايه؟ الووتر الليكويد لما احط فيها اي سولت لازم بيطلع لي جزء بيز وجزء اسيد. جميل؟ الجزء البيز او الاسيد ده قد يكون سترونج او قد يكون ويك. تمام؟ خلي بالك كمان شويه، انا مش عارف انت بتشوفني من على الموبايل ولا على الكمبيوتر، يعني كمان شويه انا هشرح حته هبقى محتاجك تجيب السكرين شوت بتاعت الرسمه الاربع احتمالات اللي انا رسمتهم. فلو انت كنت شاطر ونقلتهم في الكراسه كمان شويه هقول لك افتح لي الصفحه على الحته دي. ولو انت كنت واخدها سكرين شوت على الموبايل وبتشوفني من على الموبايل معلش هتعبك، افتح الكمبيوتر شوفني من على الكمبيوتر وخلي الرسمه مفتوحه على الموبايل، او ريح نفسك هات الرسمه وانقلها في ورقه وكمل معايا. تمام؟ مش الحته دي مهمه. يبقى دول الثلاث احتمالات اللي عندي. نمسك كل احتمال فيهم. قبل ما نرسم ما نكتب الاحتمالات عايز اعرفك على العيله بتاعتنا. العيله بتاعتنا احكيها لك ازاي؟ هقول لك. انا عندي حاجه اسمها، او ممكن نقسم الشاشه 4. معلش هي مقموصه شويه. ممكن نقسم الشاشه 4 بالمنظر ده. المربع الاولاني عندي ويك، ولا خلينا نبتدي بالسترونج. عندي سترونج اسيد. الناحيه الثانيه يبقى عندي سترونج بيز. تحتيهم هنتعرف على الويك اسيد، والناحيه الثانيه الويك بيز. وافهم اللي انا هكتبه ده علشان هو مش مشروح بطريقه كويسه في المنهج، انا هشرحه بطريقه ثانيه. سترونج اسيد، كلمه اسيد قصدي بيها ايه؟ ممكن يبقى قصدي بيها حاجه من اتنين. يا اما قصدي بيها السولت او الايون اللي عمل لي او اللي خلالي السوليوشن اسيد، او قصدي الاسيد اللي اتكون. يعني ايه؟ افهم حضرتك. لو انا مثلا عندي كلورايد ايون Cl نيجاتيف، الCl نيجاتيف ده اول ما هيدخل على الووتر هيلاقي مين؟ اول ما يدخل على الووتر هيلاقي H بوزيتيف و OH نيجاتيف، صح؟ طيب هو بيحب مين فيهم؟ هو بيحب الايه؟ الهيدروجين. فهيقوم ماسك مع الهيدروجين يعمل لي HCl. ال HCl ده يصنف ان هو سترونج اسيد. طيب هل احنا في الحصه دي هدفنا ان احنا نذاكر الاسيدز ولا السولت؟ السولت. يبقى نسالي الجزء ده
وركز لي على انه الكلورايد ده لو اتحط في اي سوليوشن بيعمل لي سترونج ايه؟ سترونج اسيد. جميل؟ ده بالنسبه مثلا لمثال على السترونج اسيد. تعال نشوف سترونج بيز. عندنا الصوديوم. الصوديوم ده ايه؟ بوزيتيف. لما يدخل على الووتر هيمسك مع الهيدروجين ولا الهيدروكسيد؟ هيمسك مع الهيدروكسيد، يعمل لي حاجه اسمها صوديوم هيدروكسيد. والصوديوم هيدروكسيد ده واحد من اقوى البيزس اللي موجوده، يعني ال HCl ده لو نزل على ايدك تتحرق. نفس الكلام التاني. طيب هل احنا مهتمين نعرف الاسيدز والبيزس؟ لا، انا يهمني انك تعرف ايه؟ السولت. اي حاجه فيها صوديوم بتعمل لي او بتخلي لي السوليوشن سترونج بيز. جميل؟ جميل. خش على الويك اسيدز. عندنا مثالين يعني جمعناهم من الاسئله ومن الافكار. يعني عندنا في اسيد اسمه او نبتدي بالايون بتاعه الاول. الايون ده اسمه كربونيت. خلي بالكم انتوا لازم تنقلوا الرسمه دي معايا، فلو انت ما بداتش تنقل انقل. اسمه كربونيت. كربونيت ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. هيدخل على الووتر، هيمسك مع ايه في الووتر؟ هيمسك مع الهيدروجين ولا مع الهيدروكسيد؟ هو نيجاتيف، هيمسك مع الهيدروجين، فهيعمل لي اسيد اسمه كربونيك اسيد. ايه اللي اتغير هنا؟ هنا كانت اتش واحده، هنا بقت 2 اتش. طيب الكربونيك اسيد ده يصنف ان هو ايه؟ ويك اسيد. يبقى لو انا شفت الكربونيت ده او لو حطيت الكربونيت في اي سوليوشن هيتحول الى اسيد ولكنه ويك. مثال تاني، عندنا في بعض الموليكيولز بيبقى في اخرها COOH بالمنظر ده. تمام؟ مش هدخلها لك بقى في حته الووتر والكلام ده. لما تشوف ال COH ده زي في حاجه اسمها اسيتيك اسيد، تعرف برضو ان الاسيتيك اسيد ده ايه؟ ده ويك اسيد. تعال نروح الناحيه الثانيه. الويك بيس هديك عليه مثال واحد بس، ايون اسمه امونيوم NH4، ان وحواليها 4 اتشات. الامونيوم ده لو دخل مع الووتر هيمسك مع الهيدروجين ولا الهيدروكسيد؟ سوري، بوزيتيف. هيمسك مع الهيدروجين ولا الهيدروكسيد؟ هيدروكسيد. هيعمل لي ماده اسمها امونيوم هيدروكسيد. الماده دي بيز ولكنها ويك. اللي يهمني ايه؟ ان لو شفت كلمه امونيوم في اي حاجه هعرف انها بتكون ايه؟ ويك بيز. عايز تاخد سكرين شوت؟ اتفضل. ركز بقى معايا كويس قوي واستخدم ذكائك. هل في حاجه اسمها ان انا هجيب ايون بمسكه بايدي كده احطه في الووتر؟ مفيش حاجه اسمها كده. الحاجه اللي انا بمسكها بايدي اسمها ايه؟ اسمها سولت. اي سولت زي ما وريتكم من شويه بيبقى عباره عن 2 ايونز، واحد فيهم بوزيتيف وواحد فيهم نيجاتيف. جميل؟ فاحنا عندنا احتمالات كتير. تعالوا نشوف الاحتمالات. لو انا خدت الكلورايد مع الصوديوم اللي هو الملح اللي اسمه صوديوم كلورايد وحطيته في الووتر، الووتر يحصل لها ايه؟ الكلورايد اين ده سترونج اسيد، هتقول لي يبقى هيعلي الاسيديتي. جميل. والصوديوم ده سترونج بيز، هيعلي الالكالينيتي. لما الاثنين يعلوا زي بعض يبقى البي اتش ايه؟ او السوليوشن ده ايه؟ اسيد ولا بيز ولا نيوترال؟ نيوترال. تمام؟ نفس الحكايه لو انا خدت مثلا البايكربونات ده مع الامونيوم. لو انا جبت سولت اسمه امونيوم بايكربونات حطيته في الووتر، ويك بيز مع ويك اسيد، هيطلع لي ايه؟ نيوترال برضه. تمام؟ انما لو انا مثلا جبت الكلورايد حطيته مع الامونيوم، جبت ملح اسمه امونيوم كلورايد حطيته في الووتر، مين اللي يكسب؟ الويك بيز ولا السترونج اسيد؟ السترونج اسيد. فيبتدي الكلورايد هو اللي يفرض سيطرته ويخلي لي السوليوشن كله ايه؟ اسيدك، بالرغم ان انا حاطط معاه ويك بيز. نفس الكلام بيحصل مع الصوديوم بايكربونات. الصوديوم سترونج بيز والبايكربونات ويك اسيد، مين يكسب؟ السترونج بيز. فلما بحط الصوديوم بايكربونات في اي سوليوشن، السوليوشن بيبقى ايه؟ بيبقى الكالاين. وفي معلومه حلوه عن الصوديوم بايكربونات ده انا هتلاقوني قلتها في الفيديو بتاع الواجب. فالاحتمالات اللي عندي دي بقى بتطبق ازاي؟ وهنقول برضو حته تفصيليه شويه، او خليني اقولها هنا بالمره عشان نبقى قلناها على الرسمه وخلاص. او لا معلش، خليني ارسمها لوحدها. بص يا صديقي، ممكن السوليوشن ده بيكم نيوترال امتى؟ لو انا استخدمت صوديوم كلورايد اللي هو عباره عن ايه؟ الصوديوم اين اللي هو سترونج بيز
والكلورايد ايون اللي هو سترونج اسيد. طيب هل في الصوديوم كلورايد اللي احنا شفناه من شويه كان فيه هيدروليسيز؟ لا، كانش فيه هيدروليسيز، كان فيه ايه؟ كان فيه هيدريشن. يبقى نو هيدروليسيز تيكس بليس. فكرني ايه الهيدروليسيز دي؟ كانت البايندنج بتاع الايون مع الووتر موليكيولز، واتفقنا انه الصوديوم والكلورايد مش هيعملوا بايندنج خالص، بس هيبقوا متحوطين بالووتر موليكيولز من كل الاتجاهات. وبالتالي الصوديوم كلورايد هيزود لي نسبة الهيدروجين او نسبة الهيدروكسيد ولا هيسيبها ثابتة؟ هيسيبها ثابتة، لان الصوديوم سترونج بيز، كلورايد سترونج اسيد، فهيسيبها ثابتة. وعلشان كده بنقول ان الصوديوم كلورايد ده نيوترال سولت. فلما بحطه في السوليوشن بيحصل انه الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايونز هيبقى ايكوال تو ذا كونسنتريشن اوف هيدروكسيد ايون، وبالتالي السوليوشن هيبقى ايه؟ هيبقى نيوترال. وهوريكم الكيميكال رياكشنز في جدول كمان شويه. طيب ارجع بقى افتح لي الورقه بتاعه الاربع احتمالات. ده كان انهي احتمال فيهم؟ الاولاني اللي هو ما كانش بيحصل فيه ايه؟ هيدروليسيس. زود لي بقى عليها ان هو ايه؟ هيبقى نيوترال. عندنا بقى الثلاث احتمالات التانيين. لو انا جبت مثلا سترونج بيز مع ويك اسيد، في الحاله دي لو حطيته هيبقى السوليوشن ايه؟ الكالاين او بيزك. طيب الحاجه عشان تكون الكالاين او بيزك ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ديكريز في الهيدروجين وقصاده بيحصل انكريز في الهيدروكسيد، ولهذا السبب بيبقى الكالاين. طيب سؤال، احنا عارفين كويس انه اي الكالي بيبقى فيه هيدروكسيد كتير وهيدروجين قليل، بس اشمعنى لما حطيت الصوديوم بايكربونات الهيدروجين راح قل والهيدروكسيد عالي؟ ايه اللي حصل خلاه يعمل كده؟ ليه السولت ده متحيز بيكسب الهيدروكسيد على حساب الهيدروجين؟ هنعرف كمان ثواني. تمام؟ خش على الاحتمال اللي بعده. لو انا حطيت ويك بيز مع سترونج اسيد، ده يعمل لي ايه؟ ده يعمل لي اسيدك سوليوشن. الاسيدك هيحصل فيه ايه؟ هيحصل ديكريز في الهيدروكسيد، العكس بقى، وهيحصل انكريز في الهيدروجين ايونز، وده يؤدي الى ان السوليوشن يبقى ايه؟ يبقى اسيدك. خلوا بالكم الستراكشرز دي مهمه ان احنا نكون حافظينها، سواء دي او دي. طبعا الصوديوم كلورايد ما فيهوش ستراكشر. قبل ما اخش في السلايد دي عايز اجيب الجدول ونركز فيه مع بعض. في حاله الاسيدك سولتس، ايه الاسيدك سولتس؟ زي مثلا الامونيوم كلورايد. قلنا ليه اسيدك؟ لانه ويك بيز مع سترونج اسيد. الكيميكال رياكشن هيحصل فيه ايه؟ ادي الامونيوم كلورايد اهو، هيعمل رياكشن مع الووتر، هينتج لي عنه ايه؟ هينتج لي عنه انه الكلورايد ده باشا ما بيمسكش في حاجه، الكلورايد ده ما بيحصلوش هيدروليسيس، ده باشا. تمام؟ وبالتالي الهيدروجين مش هتلاقي حد يمسك فيها، لان اللي كان المفروض يمسك فيها هو مين؟ الكلورايد، وده سترونج. السترونج ده باشا ما يمسكش في حاجه. طب مين الضعيف؟ الامونيوم. طب الامونيوم ده يعمل ايه؟ يروح يجري بسرعه على، هو بوزيتيف، يروح يجري بسرعه على النيجاتيف تشارج اللي هي الهيدروكسيد، فتلاقي انه نسبه الهيدروكسيد في السوليوشن قلت، لان طلع مكانها مين؟ الامونيوم هيدروكسيد. بينما نسبه الهيدروجين فضلت عاليه. ليه؟ لان الكلورايد ده باشا مش هيمسك معاه. ولهذا السبب الويك بيز مع السترونج اسيد بيعملوا لي اسيدك سوليوشن. بنفس المنطق ممكن نبص على البيزك سوليوشنز. عندنا ايه مثلا؟ صوديوم بايكربونات. الصوديوم ده قوي باشا مش هيمسك في حاجه فيفضل فاضي. هل كده الهيدروكسيد هيلاقي حد يمسك معاه؟ مش هيلاقي فيفضل فاضي. بس البايكربونات ده ضعيف خالص، فيعمل ايه؟ يجري بسرعه على الهيدروجين ايونز ويمسك معاهم يعمل كربونيك اسيد. ففي النهايه حصل ايه؟ حصل ان نسبه الهيدروجين الفري قلت والهيدروكسيد فضل عالي لان ما حدش مسك معاه. ليه؟ لان الصوديوم ده باشا وبالتالي ما بيمسكش معاه. ده خلاصه الكلام اللي مكتوب هنا، لان ده هو اللي موجود في السلايدات اللي فاتت. برضو سؤال تاني او حاله تانيه اللي هي الحاله رقم 4 اللي انا كنت راسمها لك. لو انا جبت ويك مع ويك، يعني جبت امونيوم وجبت معاه بايكربونات، ده هيحصل له ايه؟ اول ما هينزل في الووتر يجري الامونيوم يمسك مع الهيدروكسيد ويجري البايكربونات يمسك مع الهيدروجين. فهيحصل ايه؟ هيحصل انه
الاو اتش هتقل والهيدروجين برضو هيقل، ولكن لما الاثنين هيقلوا بنفس المقدار ده هيخلي ايه اللي يحصل؟ ده هيخلي انه السوليوشن يفضل نيوترال، لان انا ما زودتش حاجه على حساب الثانيه. طيب نختم كلامنا بعنوان اسمه الاسيد بيز بالانس. الاسيد بيز بالانس يعني السوليوشن اللي قدامي ده اسيدك ولا الكالاين. بعرفها منين؟ لو انا السوليوشن اللي عندي فيه هيدروجين كتير وفيه هيدروكسيد قليل يبقى اسيدك، طب لو العكس يبقى الكالاين، طب لو الاثنين قد بعض يبقى نيوترال. وبنقيسه بحاجه اسمها البي اتش فاليو، والبي اتش فاليو ده له كذا عنوان او كذا اسم. البي اللي هنا دي اختصار باور، عشان كده البي اتش فاليو ممكن يتسمى باور اوف هيدروجين او هيدروجين اكسبوننت وحاجات زي كده. تمام؟ فالباور اوف هيدروجين ده عباره عن ايه؟ والديفينيشن ده مهم. ده graduated measurement، كانه مسطره مترقمه من 0 ل 14 to express تعبر عن الاسيديتي، alkalinity or neutrality of solution. عشان كده لو بصينا هنا لاحظ انه المنظر ده فيه جزء كبير، يعني مثلا ال7 دي في النص بالظبط ده النيوترال، من ال7 لل14 انا كده بعلي البي اتش، كده انا الكالاين ولا اسيدك؟ الكالاين. طب لما اوطي البي اتش انا كده فين؟ انا كده في الاسيدك. وخلوا بالكم عشان بنتلخبط كتير قوي، البي اتش لما ينزل الاسيديتي تعلى، انما البي اتش لما يعلى الالكالينيتي تعلى. تمام؟ كتير قوي بنتلخبط في الحته الاولانيه دي. تمام؟ ده اللي انا كنت بتكلم فيه. وطبعا دي الاحتمالات مش محتاجه كلام قوي، يعني قلنا الاسيدك less than 7، يعني الهيدروجين اكتر من الهيدروكسيد، الاثنين قد بعض يبقى نيوترال، الهيدروكسيد اكتر من الهيدروجين يبقى الكالاين. طيب بقيسه ازاي؟ بقيسه باستخدام جهازين، في جهاز اسمه بي اتش ميتر وفي جهاز تاني اسمه التست بيبر تيبس. تمام؟ او بتتسمى البي اتش انديكيتور، ليها اسم تاني. فببساطه ده عباره عن ايه؟ جهاز بحطه في السوليوشن بيقرا لي رقم، الرقم ده هو البي اتش. دي بقى بضطر احطها في السوليوشن واطلعها واسيبها تنشف واشوف الالوان اللي فيها هتتغير ازاي واقارنها بالبتاعه دي، وحسب اللون اللي هيطلع هبتدي اخمن الرقم بتاعه. تفتكروا انهي ميثود في الاثنين دول تبقى مور اكيوريت؟ اكيد دي، لانها ديجيتال مطلعه لي الرقم بالظبط. انما دي لو واحد مش عارف يميز الالوان كويس او حصل امبيوريتي لاي سبب من الاسباب دي ان اكيوريت. فالاكيوريت اكتر هو الديجيتال، اي حاجه بتعتمد على العين ما بتبقاش اكيوريت. كده ببساطه كانت الحصه بتاعتنا، كانت حصه دسمه، بس انا حاسس ان انت استمتعت، ما تنكرش انت استمتعت ولعبت وكيميكال رياكشنز وبتاع ايه وكلام كده. تمام؟ دورك بقى يا صديقي، انا وانت، انا الاول هنحل مع بعض اهم الافكار، هتتابع معايا وتركز معايا عشان تعرف الافكار كلها، وبعدين هتحل الواجب وتقابلني مره ثانيه واحنا بنحل الواجب مع بعض. اشوفك في فيديو اهم الافكار.